دي بقى طريقة عمل برياني الفراخ او برياني الدجاج. اكلة باكستاني بس ايه، بتاخد العقل. طريقتها سهلة، وطريقة الفراخ ذات نفسها وطعمتها ما دقتوهاش قبل كده ابدا، وفيها شوية تكات كده هنقولهم مع بعض في قلب الفيديو، والطعم ايه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. اول حاجة هبدأ بيها ان انا هجيب شوية بصل كده حلوين، وطبعا البصل دوت على قد حجم الفرخة اللي احنا هنشتغل عليها. فالفرخة عندي صغيرة، فانا جايب حوالي ايه نص كيلو بصل كده. بعد كده هبدأ اقطعه شرايح رفيعة زي البصل بتاع الكشري بالظبط. ابدأ بقى ايه اقطعه كده شرايح رفيعة. الحمد لله خلصت البصل قبل ما يخلص عليا. نبدأ بقى ننزل بيه في بولة كبيرة، هنفرطه بس كده تمام. بعد كده هننزل عليه بشوية دقيق، وفي نفس الوقت انا بدأت ان انا اسخن الزيت اللي هقلي فيه البصل. بسرعة بسرعة بقى كده، وانزل بيه في الزيت السخن على طول. يلا بينا انزل بقى كده ايه شوية شوية. في بقى كم معلومة مفيدة كده للبصل المحمر ده بالذات. اول حاجة البصل دوت علشان يطلع مقرمش ما بيتحطش على مناديل، لما بيطلع ما بنحطوش على مناديل. تاني حاجة بقى وده الأهم، اللون اللي أنا عايز أطلع بيه البصل لازم أطلعه من الزيت قبل ما يوصل للون اللي أنا عايزه. بمعنى إن أنا لما هطلعه باللون ده هيغمق أكتر من كده بعد ما أطلعه. أنا بس إيه بديله تقليبة كده علشان كله يوصل لنفس اللون، وبعد كده أطلعه على طول. أنا مطلعه باللون الذهبي ده، هو هيغمق سنة كمان بعد ما أطلعه منه. بصوا كده حاجة في منتهى اللذاذة. هنجيب شوية بقدونس كده يكونوا حلوين يعني. ياخد بس الحبة دول الأول كده، وهقطع باقي الورق. بس أنا إيه هخلي الورق على جنب. الورق هستخدمه في حاجة تانية يعني، هستخدمه في تجهيز الأكل في الآخر، إنما ده هضربه في الخلاط. نبدأ نجهز الخلاط ونبدأ نكمل. هنجيب بقى الخلاط وننزل بالبقدونس الأول. بعد كده بقى ننزل بشوية بصل. البصل اللي احنا عاملينه ده هو اساس الاكله دي. هنزل عليهم زبدايه ولبن. بعد كده بقى نتبل شويه ملح، فلفل اسود، بابريكا بقى نزود شويه في البابريكا، شويه كاري، شويه كبابه صيني. الكبابه الصيني هي بتحل محل البهارات بتاعتي. 7 بهارات هيكونوا بديل للكبابه الصيني. سنه كمون بقى صغيره خالص، سنه برضو جنزبيل، سنه كزبره. بس كده نقفل نضرب. ننزل بس بشوية زيت وشوية خل. على الريحة بصوا كده، هو الصوص تقيل شوية بس لما هيتحط مع الفراخ الفراخ هتنزل ميتها وهيبقى كله تمام يعني. بس ريحته فظيعة فظيعة بجد. نشيل بقى الخلاط ونجهز الفرخة قبل ما نبدأ التجميع كل الحاجات دي. الفرخة انا جايبها صغيرة شوية يعني، هي تقريبا حوالي كيلو ونص، فدي مش هتاخد معايا وقت في السوا اكتر من ساعة الا ربع يعني، يمكن اقل من كده كمان. وبرضو انا مش هعملها انا هعملها بالجلد، مش هعملها من غير جلد. بس لو انتوا حابين ان هي من غير الجلد ممكن تشيلوا الجلد عادي خالص. هبدأ اقطعها كده ايه 8 حتت بس كده. نبدأ نسخن الحلة. يلا بينا. هنزل بقى ايه بمعلقتين كده سمنة بلدي او زبدة او زيت اللي متاح عندكم يعني. اهم حاجة تكون الحلة سخنة. وابدأ انزل بقطع الفراخ. انا عايز اللون الذهبي ده. انزل بقى ايه بالخلطة، ننزل عليهم تقريبا بكوباية مية. ندي بقى تقليبة، نهدي النار عليها ونسيبها من ساعة الا ربع لساعة. اهم حاجة ان احنا ايه نبص عليها بس كل شوية كده، علشان لو احتاجنا ان احنا نزود مية نزود نص كوباية مية ولا حاجة. بعد نص ساعة جبت مية مغلية، حطيت لها شوية ملح، وهنزل 3 ورقات لوري وقرفة، 3 حبهانات، وهنزل بالرز البسمتي. الرز البسمتي انا هسلقه يعني، معيار المية ده اكتر من معيار الرز بكتير. اول ما المية تغلي هسيبه بالظبط من 5 ل7 دقايق، وبعد كده هصفيه. على بال ما الرز بقى يتعمل نبص بصة اخيرة على الفراخ. الله كده الفرخة تمام قوي. في الوصفة الاصلية احنا المفروض نحط نعناع فريش، بس انا علشان ما عنديش هحط شوية نعناع مجفف. نغطيها بس كده لحد ما الرز يجهز، وبعد كده نخش على المرحلة اللي بعد كده. نرجع بقى للرز. كده الرز عدى تقريبا عليه 7 دقايق. نبدأ بس نشيل كده القرفة والورق اللوري والحبهان. هنصفي الرز بقى. نيجي بقى ايه للحظة الحاسمة.
عندنا الرز وعندنا الفراخ اهي خلصت، وعندنا البقدونس، وبعد كده عندنا اخر حاجة البصل المقرمش. خش اول حاجة كده ايه، رق رز، وراه الدجاج. ايوه يا جماعة، النعناع عطاله تيست وريحة جبارة. ننزل بقى بشوية بقدونس، شوية بصل، ننزل برز تاني، ننزل بدجاج تاني. الصوص بقى، بالصوص بقى، ونكتر بقى الصوص بقى. ايوه كده. ننزل يلا بالبقدونس، بصل. طبعا لو عندكم يعني، لو انتوا بقى حابين تدلعوا نفسكم اكتر واكتر، لو عندكم مكسرات بقى يعني. ننزل بقى بالرز تاني. رهيب والله رهيب. نسيب بس شوية بصل كده في الاخر. ننزل بالخضرة. هنحط بقى الحلة دي كلها على النار لمدة 10 دقايق كده على نار هادية لحد ما الرز يكمل تسويته. كده بقى خلصنا. نبدأ بقى نجهز الطبق بتاعنا. نغرف بقى ايه من تحت بقى كده. بقى ايه شوية بصل كمان. وده بقى الشكل النهائي، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. يلا بينا ندوق الرز الأول. يعني نسخن بس كده الأول. شوية رز مع البصل مع شوية الصوص بتوع الفراخ. بسم الله. ده ايه الجمدان ده. طب نبص كده بقى ايه على الفراخ. الفراخ عايزة تتاكل كده ايه. بجد بجد طعمها جنان. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم البرياني ده. اشوفكم في فيديو جديد. مش قادر اغير. حلو. النعناع عطلها حاجه في منتهى اللذاذه. البصل. لا 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 لا.